بعض المشبهة المجسمة، بعض مشايخهم ورؤوسهم الذين يرجعون إليهم جعلوا الله تعالى جائز التغير في ذاته وفي صفاته. نعوذ بالله من قبح عقيدتهم. فتجد بعضهم يقول والعياذ بالله: الله تعالى يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. جعلوا الله تعالى متغيرا، تارة يتكلم وتارة يسكت. الكلام صفة ذات، الكلام صفة ذات. وقبل قليل قلت لكم صفة الذات يوصف الله تعالى بها ولا يوصف بمقابلها. ما الذي يقابل الكلام؟ السكوت. هذا المشبه قبح الله ذكره يقول الله تعالى يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. جعل الله تعالى محلا للتغير والتبدل. كلام الله كلام أزلي أبدي واحد لا يتقطع ولا يجوز عليه السكوت. كذلك يقول والعياذ بالله: الله تعالى يتحرك ويسكن إذا شاء. أصل الحركة لا يجوز وصف الله تعالى بها، والسكون لا يجوز وصف الله تعالى به، لكنهم حين انطلقوا من قاعدة تشبيه الله بخلقه جوزوا على الله ما جوزوه على الخلق. فقال قائلهم: الله يتحرك إذا شاء ويسكن إذا شاء ويجلس إذا شاء، حتى قال قائلهم: لو شاء لجلس على جناح بعوضة، فكيف على عرش عظيم. هذه عقيدة كلها قائمة على مناقضة آيات التنزيه في كتاب الله القرآن، ليس كمثله شيء. لذلك نعمة عظيمة أحبابنا أن يفهم المسلم عقيدة التنزيه ويثبت عليها، ويبعد نفسه عن كل فتنة تعرض له في باب الآيات المتشابهات أو الأحاديث المتشابهة، على أن هذا الشخص وصف الله تعالى بما لم يرد في القرآن ولا في الحديث ولا أجمعت الأمة عليه.